تحقيق التوازن بين منح العالم أملاً في علاج لفيروس كورونا وبين التحقق فعلياً من فاعليته سلاح ذو حدين، فكيف يمكن إجراء البحوث بنفس سرعة انتشار الوباء؟ هنا يبرز مصطلح المعيار الذهبي، لكن ماذا يعني ذلك؟ المعيار الذهبي في الطب هو أفضل اختبار تشخيصي متوفر شرط أن يتم بمعايير معقولة وإعطائه الوقت الكافي. كسب الوقت عامل أساسي تلعب عليه الدول، لكن كيف يمكن ألا نساوم على المعايير العلمية للاختبارات؟ بكل بساطة هنا يشير العلماء إلى أمور عدة: وضع بروتوكول التجربة أي قواعد الاختبار، تحديد المرشحين الأفضل للتجارب، وكيف سيتم تقديم الأدوية المقترحة لتلك العينة، مراقبة وغربلة البيانات التي سيتم تجميعها، مع الوضع في الاعتبار أن مسار فيروس كورونا على عكس الأمراض الشائعة الأخرى لا يمكن التنبؤ بسلوكه. والأهم هنا أن المشاركين في التجارب السريرية يجب أن تراعى سلامتهم أولاً، فلا يمكن أن نبحث عن علاج لكورونا ونضع حياة الأشخاص على المحك. الخطوة الأخيرة هنا في حال وجد عقار ناجح هو الحصول على الموافقة والترخيص من الجهات التنظيمية، على سبيل المثال هيئة الدواء والغذاء. العلماء لا يريدون البدء من نقطة الصفر. هنا برز عدد من الأدوية التي تخطت مرحلة تحديد البروتوكول والحصول على موافقة لإجراء التجارب السريرية. الباحثون الصينيون بدأوا منذ منتصف فبراير أكثر من 80 تجربة، وأكثر من 600 تجربة أخرى تجرى حالياً في جميع أنحاء العالم. برزت أسماء عدة، منها أدوية لعلاج الملاريا وأخرى مضادة لالتهاب المفاصل، بل ويظهر يومياً اقتراح لعلاجات سابقة.